إلا جبت لكم قصة على الرجولة. كاين واحد الراجل وعنده بنته ما شاء الله، وبنته هذيك متربية وبنت أصل. جا خطاب مدها له، وهذاك الخطاب كان يدعي أنه صح راجل، ولكن هذاك الراجل نهار اللي يتزوج بهذه الطفلة ضرب معها مدة تاع 3 أشهر ولا 4 أشهر، ومن بعد اكتشف أن الطفلة ما تعرفش تطيب للضياف كي يجوا. مالا هذا الراجل أزعف على مرته وقال لها الليلة نطلقك والليلة نديك عند بويك، أو وصلها عند نسيبو. ونهار اللي وصل عنده قالوا على واش تخسر فيا في العرس؟ قال له بنتك ما تعرفش تطيب. قالوا نهار اللي تعلمها تولي تعرف تطيب ذيك الساعة مدها للرجالة. ولكن ابوي الطفلة كان ذكي، قالوا اسمع الراجل الزين، قالوا هذه حاجة سهلة، أعطيني 2 شهر من حياتك ونعلمها وتولي تعرف تطيب صح. قالوا والله غالب احنا لهينا في التربية تاعها. مالا نسيبو وافق على الشرط، ونهار اللي كملوا 2 شهر جا لعنده. كي وصل عنده قال له اسمع سيبي، قال له بنتي راني علمتها الطيب، ولكن ما نخليهاش تخرج من الدار حتى ندير لكم تجربه في زوج قدامي. وافق الراجل، قال له واش من شرط؟ قالوا نجيب لك خروف اذبحوا وسلخوا وقطعوا، كي تقطعوا هذاك اللحم نديه لبنتي ونشوفها تعرف تطيب ولا. مالا هذاك الراجل هبط راسه في الارض، قال له اسمح لي، قال له عمري اللي ذبحت الخروف وعمري اللي قطعت اللحم وعمري اللي سلخت. مالا شافوا هذاك الراجل قال له اسمع نقول لك عبسه، قال له روح عند اهلك ومواليك يعلموك الرجله، ومن بعد ديك الساعه اروح نعطيك بنتي ونقطه وارجع للسطر. قالوا انا الضربه الاولى كيما جيت تخطف فيا على بالي باللي انت ناقص رجوله، وعلى بالي بنتي باللي مام هي ناقصه شويه. قالوا انا قلت انتم زوج تستروا بعضاكم. قالوا ساعه انت هزيت راسك في السماء وحسبت روحك صح راك راجل. قالوا مالا روح عند مواليك يعلموك الرجوله.